أكد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة محمد أمين الهمامي تنفيذ بطاقة جلب دولية في حق ابن المحامية منجي المناعي والمحال بحالة فرار في ألمانيا حسب ما صرح به لأحد الإذاعات. وأضاف الهمامي أنه حاليا بصدد إتمام إجراءات التسليم للسلطات التونسية، ويذكر أن حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والمتعهد بقضية المحامية المعروفة والتي عثر عليها بمجرى القناة الكائن وراء المركب الرياضي بمنوبة أصدر 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق ابن الضحية وطليقها وشخص ثالث وهو عامل بمحطة غسيل السيارات تابعة للهالكة. وللتذكير فإن قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة كان قد أصدر 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق مشتبه بهم من أجل قتل العمد المسبوق بالإضمار والمشاركة في ذلك في قضية قتل المحامية منجي المناعي، والتي عثر على جثتها يوم 26 أبريل الجاري عالقة بمصفاة قناة المياه الشمال على مستوى المركب الرياضي بمنوبة. ويأتي ذلك بعد أن أذنت النيابة العمومية بذات المحكمة بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث في جريمة القتل العمد المسبوق بإضمار والمشاركة في ذلك، والذي أفضى إلى حصر الشبهة في 4 أشخاص. احتفظت وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش بمنوبة للحرس الوطني ب3 منهم، وهم ابن الفقيدة وطليقها وعامل بمحطة غسيل سيارات متسوغ مسكن لدى الضحية، فيما أصدرت بطاقة تفتيش دولية في حق المتهم الرابع وهو ابنها أيضا بعد أن تبينت مغادرته لأرض الوطن.